أنا ما كنت مضطر أطلع وبرر، بس شكله صار الوقت إني أحكي. حابب اليوم أوضح نقطة مهمة بخصوص الحلقة السابقة يلي نشرتها على قناتي حول أغنية علاج. اللي قلته بالحلقة الماضية ما كان رأيي الشخصي، ولا هجوم ولا إشاعة ولا تهجم على الأغنية نفسها. أنا ببساطة نقلت الواقع يلي موجود قدام الكل على السوشيال ميديا بكل شفافية، واللي كل شايفه. الانتقادات يلي حكيت عنها موجودة، منتشرة ومكتوبة من ناس حقيقية، بس الغريب انه بدل ما الناس تناقش الفكرة صاروا يهاجموا القناة. قناتي حيادية 100%، ما بتوقف مع اي طرف، وما بتهاجم وما بتجامل. انا ما بشتغل على اساس مين بحب ومين ما بحب، انا بشتغل على اساس الحقيقة والواقع. الكل بيعرف ان الاغنية اثارت جدل واسع، وفي كتير تعليقات سلبية منتشرة على السوشيال ميديا. من امبارحة عم توصلني تعليقات جرح ومسبات، اضطريت احذفها فقط احتراما للمحتوى وللناس اللي عم بتتابعني. بس هذا الشيء ما رح يوقفني، بالعكس صار عندي دافع أكبر للاستمرار، لأن الحقيقة لازم تنقال والناس لازم تسمع كل الآراء. لكل شخص بده يعطي رأيه، احكي، عبر، انتقد، بس ضمن حدود. ما حدا بيمنعك تقول رأيك، بس قوله بدون تجريح، بدون سب وبدون تهجم. كل واحد حر برأيه، في ناس بتحب وناس ما بتحب، وهذا شيء طبيعي. مو كل انتقاد سلبي يعني فشل، أحيانا النقد هو يلي بيخلينا نتحسن ونتطور. وبالنهاية قناتي تتمنى التوفيق والنجاح للجميع، ورح ضل انقل الواقع وكل وجهات النظر. ذاكر العالم أورجيهم إنه لا، كلامكم مو صحيح، أنا مش هيك، أنا إنسانة ناجحة. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.